السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سادتنا المحترمين متابعينا من كل مكان في العالم. برحب بيكم في فيديو جديد على قناتكم صوت صيدلة مصر مع دكتور فاضل. إلى كل صيدلي طال عليه الأمد، وإلى كل صيدلي لا يشعر بالتقدير لمهنته في هذا الجزء من العالم والمسمى الشرق الأوسط. ببشرك إن إحنا مستمرين في باكج الهجرة الشامل للصيادلة، واللي بيشمل كل اللي أنت محتاجه في رحلتك للهجرة إلى أستراليا إن شاء الله. بناخد في الباكج الهجرة الشامل اللغة الإنجليزية وامتحان معادلة الصيدلة الأوبرا إكزام، وطبعا بنجهز لامتحان البي تي إي أكاديميك. طبعا هنحل كل الكويستشن بانك، وهنشرح كل الحاجات اللي ممكن تجيلك، أو كل الأسئلة اللي ممكن ترد عليك في هذا الامتحان. حقيقة يعني حلم الهجرة حلم لناس كتير جدا. أفكرك إن ال PTE Academic هو أسهل وأسرع وأرخص امتحان هجرة موجود ومعترف بيه في 80 دولة حول العالم. وكنا اتكلمنا قبل كده عن أنواع الأسئلة، وقلنا إن في 20 نوع أسئلة، منهم اتنين جداد. ارجع لفيديو الانترودكشن، أول فيديو في سلسلة باكج الهجرة الشامل. واتكلمنا عن ال20 نوع من الأسئلة بالتفصيل. والنهاردة احنا هنكمل في إطار رحلتنا مع أول نوع اللي هو read aloud، إن أنت بتقرأ بصوت عالي مسترسل بفلوينسي أو بطلاقة وببرونونسيشن صحيح أو بنطق صحيح، وتحترم علامات الترقيم أو البنكتويشن. فهنخش على طول في المكان ما وقفنا المرة اللي فاتت. كنا بنتكلم آخر حاجة خالص عن الإيست كومباني أورينتد ريفورمز، ووقفنا عند إيست إيشيا. هنخش النهاردة على نيكولا تسلا. نيكولا تسلا ده طبعا انتوا عارفين هو مخترع as the inventor of alternating current technology. Nikola Tesla played a paramount role in the electricity used to power the entire world. Tesla also worked diligently on a dream of supplying electrical power without wires. Thomas Edison was also instrumental in shaping society today with his inventions. Edison's design of the inside of the light bulb was the crucial key to making a light that would stay lit for hours instead of going out almost immediately. طبعا زي ما احنا متفقين يا جماعة، انت بتشغل الفيديو وتقول ورايا زي ما بقول، بحيث ان انت لما يجي لك حاجة، وطبعا هيجي لك ان شاء الله من القطعة اللي احنا بنقراها دي اللي هنخلصها المرة الجاية ان شاء الله بالنسبة للريد الاود، لما يجي لك حاجة منهم تبقى فاميليار وتقراها على طول بدون اي مجهود. طبعا inventor يعني مخترع. as the inventor of alternating current technology اللي هي تكنولوجيا التيار المتردد، نيكولا تسلا played a paramount role، دور ريادي أو أساسي in the electricity used to power the entire world، في الكهرباء التي تستخدم لإنارة العالم كله. Tesla also worked diligently on a dream of supplying electrical power without wires. وتسلا كمان اشتغل في worked diligently باجتهاد في حلم توفير أو توصيل الكهرباء إلى without wires بدون أسلاك. توماس إديسون اللي هو مخترع الكهرباء طبعا was also instrumental. كلمة instrumental يعني آه، ممكن نقول مثلا له دور مهم جدا. فلكن instrument لوحدها من غير ال AL معناها أداة. ماشي. in shaping society today، في تشكيل المجتمع اليوم. with his inventions اختراعات. Edison's design، تصميم إديسون of the inside of the light bulb اللي هي لمبة الكهرباء was the crucial key. crucial يعني
هام جدا أو أساسي to making light that would stay lit اللي هي جاية من light، يعني ده الباست بتاع light اللي هي light lit تصريف يعني بتاع الفيرب for hours لمدة ساعات instead of بدلا من going out almost immediately، بدلا من ان هو ينطفي يعني فورا تقريبا. clean water. Many people are under the impression that the water which comes out of a plant is clean. This is a common misconception. هنا بيقول لك إن عدد من الناس أو كثير من الناس عندهم الانطباع اللي هي كلمة impression that the water which comes out of a plant يعني مصنع is clean يعني نظيفة طبعا. This is a common misconception سوء فهم. The function of a plant وظيفة المصنع is to make the water cleaner، هو تنقية للمية but it's not clean enough to drink، لكنها ليست نظيفة كفاية للشرب. ونقف هنا طبعا عشان في full stop. It could be used in irrigation، طبعا هنا في full stop تانية. What what a plant is trying to do is simply speed up a process that would naturally occur without given more time. يعني عملية كانت هتحصل مع الوقت لكن احنا بنحاول نسرعها اللي هي speed up. This means that a plant can create water that is safe to enter back into the water system as it's so heavily diluted. يعني ممكن المصنع ده يكرييت مية أو يخلق مية that is safe، أو يوفر يعني مية that is safe to enter، آمنة إن هي تدخل مرة أخرى في الووتر سيستم أو في الدورة أو في النظام المائي as it's heavily so heavily diluted يعني مخففة بشدة. The river then continues the water purification. النهر بعد ذلك يكمل عملية التنقية. أنا كنت في اليابان، كان عندهم نهر الشجر فيه قريب من المية جدا لدرجة إن المية بيشربوها من حنفية نقية جدا وساقعة بسبب موضوع تنقية الأنهار ده. acting as a form of the fourth stage. طبعا ال fourth stage دي أكيد حاجة تكنيكال تخص تنقية المية يعني. طيب عندنا بعد كده وقع عفوا قطعة عن الموتور سايكل كراش. موتور سايكل كراش يعني ربنا يعافينا وإياكم اللي هي حوادث الدراجات النارية. If you do experience a motorcycle crash، إذا مررت بتجربة حادث آه، دراجة نارية، be aware، خد بالك، the other driver will most likely blame you for the accident. الطرف الآخر غالبا هيلومك اللي هي blame you، هيلومك على الحادثة. This includes the road، طريق، road conditions، ظروف الطريق، any skid marks، علامات الفرامل اللي في الطريق، road signs، علامات الإرشادية اللي في الطريق، construction، البناء، and anything else that may have contributed to the accident، وأي شيء آخر ممكن يكون ساهم في حدوث الحادث. Not every accident requires an attorney. ليس كل حادث يحتاج إلى محامي. But a knowledgeable local attorney، محامي محلي knowledgeable يعني عنده معرفة أو دراية، can help you make sense of the process، ممكن يساعدك لفهم العملية as well as ensure that the other driver's insurance. طبعا as well as دي بنوصل بيها الجملتين أو زي وكذلك مثلا أو حاجة زي كده. ensure يؤكد أو يتأكد that the other driver's insurance، أن تأمين الشخص الآخر doesn't unfairly يعني بغياب عدالة blame you يلومك for the accident على الحادث. طيب عندنا بعد كده قطعة اسمها furniture. بيقول there are perhaps three ways of looking at furniture. ربما هناك ثلاث طرق للنظر إلى الأساس. three ways للنظر إلى الأساس. Some people see it as purely functional. في ناس بتنظر للموضوع
كأنه purely يعني يعني 100% أو تماما يعني functional، اللي هي وظيفي. طبعا دول الرجالة. and useful، وحاجة مفيدة. and don't bother themselves، ما بيزعجوش نفسهم with aesthetics، اللي هي ايه؟ الجماليات. others، طبعا others هنا اللي هم الستات أكيد. see it as essential to civilized living، يشوفوها حاجة أساسية للحياة المتحضرة. and concern themselves، بيشغلوا نفسهم with design، بالتصميم. and how the furniture will look in a room، ازاي هيبدو في الغرفة. in other words، بكلمات أخرى أو بطريقة أخرى، function combined with aesthetics، الوظيفة متحدة مع combined with الجماليات. and yet، ومع ذلك others see furniture as a form of art. أو مش مع ذلك يعني yet، آم، ممكن نقول إيه؟ يعني ممكن نقول يوجد آخرين بيشوفوه كصورة من الفن. طبعا دول بقى إيه؟ الفنانين بقى، الناس اللي هي تحب تقعد في مكان جميل أوي. طيب، intangible assets اللي هي الأصول غير الملموسة. كلمة asset يعني أصل أو أصل ثابت. يعني intangible يعني غير ملموس. tangible يعني ملموس، اللي هي حاجة تقدر تلمسها. لكن ال intangible اللي هو مثلا زي السمعة مثلا، أو العلامة التجارية كشهرة تجارية. فال intangible assets perform a number of distinctive functions، بتعمل عدة وظائف in the life of each company، في حياة كل شركة. Firstly، أول حاجة، they witness the proper prosperity of the firm in its good name، يعني يعتبروا شاهد على رفاه الشركة أو المؤسسة في اسمها الجيد. such as position allows human resource management، هذا الوضع يسمح لإدارة الموارد البشرية to employ professional workers. طبعا الناس بتيجي على الاسم وسمعة الشركة، فبيجوا ناس professional workers عايزين يشتغلوا مع الاسم الجميل ده. and increase labor productivity، طبعا هتزود الإنتاجية بتاعت العمالة اللي هي الليبر. moreover، وأيضا intangible assets guarantee، تضمن future value for the firm، القيمة المستقبلية للمؤسسة. and although it is difficult to destroy intangible assets، ومع أنه من الصعب جدا أن أنت تدمر هذه الأصول الغير ملموسة، they can lose their importance، ممكن يفقدوا أهميتهم in case of carelessness and business failure أو or business failure. carelessness اللي هي عدم الاهتمام، عكس caring. و business failure اللي هو فشل المشروع أو البيزنس يعني. محدش يزهق يا جماعة من رحلة الإيميجريشن، عشان آه، الموضوع يستحق يعني بشهادة الناس اللي راحت. Mediterranean diet هو دايت أو نظام أكل البحر المتوسط. countries bordering the Mediterranean، الدول المشاطئة للبحر المتوسط اللي هو الميديترينيان، have built up a solid reputation، بنت سمعة قوية. فوق reputation يعني سمعة. for sunshine اللي هي طبعا الشمس المشرقة. great tasting food، الأكل اللي طعمه حلو. as well as impressive health statistics، اللي هي إحصائيات الصحة عندهم. impressive يعني مثيرة للإعجاب أو الدهشة. featuring some of the lowest rates of heart disease، من أقل النسب في العالم في الهارت ديزيز. and increased life expectancy، والعمر أو العمر المتوقع. this has created a lot of attention، ده طبعا عمل اهتمام كتير جدا towards the Mediterranean diet، ناحية ال Mediterranean diet which is not a typical weight loss diet. ده ليس دايت أو ليس نظاما غذائيا لفقدان الوزن، but more of، ولكنه أكثر من ذلك
a set of habits، مجموعة من العادات. وده بالمناسبة هو أساس الدايت الصحيح. دكاترة طبعا انتوا عارفين أنا أخصائي تغذية، وهقول لك إن بدون عادات غذائية صحيحة هيبقى صعب جدا إن أنت آه، تمشي على دايت كويس مدى الحياة. فكرة الدايت هي بناء العادة. طيب نخش على حاجة كمان اللي هي الأمفيبيانز. على فكرة إن شاء الله هنخلص الريد الأود المرة الجاية. أمفيبيانز هم إيه؟ اللي هي البرمائيات. whether salamander, frog or toad. amphibians بيتكلم هنا على أنواع من الأمفيبيانز زي الضفدعة وحيوان اسمه التود. amphibians are some of the most diverse يعني متنوعة. far flung يعني بعيد عن بعضيها. animals on the planet حيوانات على الكوكب فيها تنوع جامد جدا. معلش هعمل بس التول ديت درو. فيها تنوع جامد جدا اللي هي الأمفيبيانز. however they are disappearing، بيقولك مع ذلك هم بيختفوا. and experts are worried، والخبراء مهمومين أو مهتمين. since frogs يشعرون بالقلق لأن حيث أن الفروغز الضفادع are considered bellwethers for the environment، مهمة للبيئة. their double life makes them unique، حياتهم المزدوجة double life تجعلهم متفردين اللي هي unique. it's through their skin عن طريق جلدهم that they breathe and drink water، يبقى هم بيشربوا وبيتنفسوا عن طريق جلدهم because their skin is so permeable. permeable يعني بيعدي المية وبيعدي بعض المينرالز وهكذا. قطعة ريد ألاود اللي بعدها اسمها executive residence. The executive residence in the White House in the United States of America where the president resides. بيتكلم هنا عن البيت الأبيض اللي هو السكن الرئاسي أو بيسموه التنفيذي يعني. اللي بيعيش فيه الرئيس where the president resides يعني بيعيش فيه is divided into several wings، ينقسم إلى عدة أجنحة. it also includes ويتضمن أيضا أو يشمل أيضا the vice presidents اللي هو نائب الرئيس and the president's staff offices اللي هي الوزراء أو الرئاسة يعني موظفي الرئاسة. This government building is a national heritage، هذا المبنى الحكومي. national heritage يعني إرث قومي، إرث قومي. اللي بعديها modern buildings. modern buildings الأبنية الحديثة have to achieve certain performance requirements، يجب أن تحقق certain يعني معين، performance يعني أداء، requirements يعني مطلوبات. يبقى تحتاج إن هي تحقق مؤشرات أداء أو طلبات أداء معينة. at least على الأقل to satisfy those of building codes. يعني building code اللي هي يا جماعة أكواد المبنى اللي هي الاشتراطات يعني أو المواصفات. to provide a safe عشان provide يعني تعطي أو توفر a safe آمن healthy صحي and comfortable environment بيئة آمنة وصحية ومريحة comfortable. however مع ذلك these conditioned environments demand resources in energy and materials. لكن هذه البيئة المشروطة تحتاج demand تتطلب ايه بقى؟ تتطلب يا دكتور resources، تتطلب موارد في الطاقة والمواد which are both limited، الاتنين قليلين in supply في الدعم أو في العرض to build and operate للبناء والتشغيل.
فكركم يا دكاترة إن الكورس كامل إن شاء الله هيكون باشتراك بسيط يعني، آه، للباكج كاملة اللي هي الصيدلة أو الأوبرا والبي تي. ممكن تشوفوا تفاصيلها على صفحة أنا دكتور صيدلي وعندي حقوق على الفيسبوك، أو تبصوا على تفاصيلها على اليوتيوب هنا البوست اللي فات. طيب transportation اللي هو النقل، بيقول not a lot is known about how the transportation of goods by water first began. يعني لا يعرف الكثير عن بداية نقل البضائع عن طريق المية أو عن طريق البحر. First began large cargo boats، مراكب الشحن الكبيرة were being used، كانت بتستخدم in some parts of the world، في بعض المناطق في العالم up to 5000 years ago، من 5000 سنة، يعني من أيام الفراعنة. However، ومع ذلك sea trade، النقل البحري became more widespread، أصبح أكثر انتشارا when large sailing boats، عندما آه، مراكب الإبحار الكبيرة traveled between ports، عندما انتقلت هذه المراكب بين البورتس اللي هي المنافذ، طبعا هي المنافذ البحرية. carrying spices، شايلة بقى معاها توابل و perfumes، وروائح أو عطور and objects made by hand، الحاجات اللي هي تصنع يدويا، دي بتبقى غالية جدا. طيب بعد كده قطعة عن جابان. جابان دي طبعا أنا متحيز ليها لأن أنا زرتها، وبلد جميلة جدا، وناسها في منتهى الأدب والشياكة بصراحة. جابان is the world's calculator super power، بيقولك هنا اليابان دي سوبر باور، يعني قوة عظمى في الكالكوليتر، يعني في تصنيع الكالكوليتر. Japanese manufacturers، مصنعين اليابان have lead cells. lead جاي من lead. فهنا هؤلاء المصنعون تصدروا المبيعات في calculators for over 30 years in many countries، لمدة أكثر من 30 سنة في دول كثيرة. Even in the age of personal computers، مع إننا في عصر الكمبيوتر الشخصي، calculators are still essential in accounting jobs، تظل الآلات الحاسبة essential، يعني هامة أساسية في ال accounting jobs أو وظائف المحاسبة. In addition، بالإضافة إلى ذلك، calculators with graphing capabilities، calculator اللي ليها قدرات رسم هندسي have begun to be used in education، أصبحوا الآن يستخدموا في التعليم. cloud seeding a form of a form of weather modification، اللي هو تعديل للمناخ. weather يعني مناخ، modification تعديل is a way of attempting، طريقة بنحاول فيها to change the amount of precipitation that comes from clouds، بنغير كمية الترسيبات أو الترسبات اللي بتيجي من السحاب أو السحب. cloud seeding اللي هي بقى إيه بيسموها seeding، يعني بذرة، فكأنك بتحط حاجة في السحابة اللي هي إيه dispersing، تنشر substance into the air but it also occurs due to ice nuclei in nature، بتحصل نتيجة بذور الجليدية في الطبيعة. طبعا دي شكلها ظاهرة فيزيائية يعني. most of which، معظمها بيكون bacterial in origin، بتكون غالبا مصدرها بكتيري. طيب بعد كده بنتكلم عن الفاير ووركس اللي هي الألعاب النارية. بيقول إن fireworks a dramatic fireworks display can be the highlight of a summer، يعني بيقولك إن الفاير وورك دي ممكن تكون بتعلم الصيف. It can also provide
a feast، عيد، تمثل عيد أو تبقى زي إيه، بتؤمن يعني. عيد for the senses، للحواس. bright colors، الألوان الزاهية. delight the eye، تفرح العين. thunder booms، اللي هي بقى إيه، thunder اللي هو الرعد، booms طبعا انفجارات، and whistles صفارات. surprise، surprise يعني إيه، تفاجئ. surprise the ear، تفاجئ الأذن. if you're close to the show، لو أنت قريب من العرض، you can feel the pressure waves، تقدر تحس موجات الضغط التي تروح وتأتي from each exploding shell، من كل انفجار قريب منك. and falls downwind of the action can smell the burnt. تقدر انت بقى ايه، الناس القريبة تقدر تشم ريحة جام باودر اللي هو البارود، that fueled، الذي كان وقودا لكل صاروخ each rocket. and perhaps even taste، ممكن كمان يحسوا بطعمه، taste it in the air. نخش بعد كده على الكلوك genes، اللي هي جينات الساعة. what produce these effects are familiar to neuroscientists. neuroscientists طبعا هم علماء الأعصاب. familiar to يعني عارف حاجة كويس يعني، أو مطلع عليها. يبقى what produce، ما يحدث هذه الآثار، يكون مطلع عليه neuroscientist. external light، الضوء الخارجي، and dark signals، والإشارات المظلمة. that help set our daily or circadian rhythm، اللي هي يا جماعة الساعة البيولوجية اللي بيسموها circadian rhythm، اللي هي clock. genes that act as internal timekeepers. timekeeper يعني حافظ للوقت، و internal يعني داخلي. and neurons، خلايا عصبية that signal، ترسل إشارات to one another، إلى بعضها البعض through connections، خلال وصلات اسمها synapses. but how these factors، إزاي هذه العوامل interact، تتفاعل to freshen a brain، ليه to تنشط المخ. once we do sleep، أول ما نبدأ ننام. has remained enigmatic، تظل غامضة. بعد كده عندنا نيوترون ستارز، اللي هي compressed remains of massive stars gone supernova. طبعا هنا بيتكلم في علم الفلك، بيقول ان في حاجة اسمها النجوم النيوترونية. بيقول ان هي compressed يعني مضغوطة، بقايا مضغوطة، compressed remains لmassive stars. massive يعني كبيرة جدا او ضخمة. gone supernova اسمها supernova are the densest، يعني الاكثر ثقلا او الاكثر كثافة normal objects in the known universe، في العالم المعروف. black holes are technically denser، في حاجة اسمها البلاك هول أو الثقب الأسود، ده أكثر كثافة، لكن ليس normal. بيقول لك but far from normal. just a single sugar cube، سكر مكعب سكر واحد، ما يساوي حجم مكعب سكر واحد of neutron star، ده material يوزن 100 مليون طن على الأرض، أو the same as the entire human population، كأنه وزن كل البشر على الأرض. electric vehicles، اللي هي السيارات أو المركبات الكهربائية. electrical vehicles have arrived، وصلت. with technology led by، زي ما قلنا بقى led by خلاص، اللي هي إيه، تقودها مين، تسلا. and all of the world's major car manufacturers following along behind، وكل المصنعين الكبار للسيارات في العالم following، يأتوا وراء تسلا. electric vehicles are now a common sight on the roads، منظر مألوف في الطرق of most developed countries، في معظم الدول المتقدمة. yet the situation is in less developed countries is rather different، ولكن هذا الوضع في الدول الأقل تقدما مختلف، حيث أن the only African country، الدولة الأفريقية الوحيدة التي to have started the change، التي غيرت إلى electric vehicles أو سيارات كهربائية، هي ساوث أفريقيا، جنوب أفريقيا. قربنا نخلص عشان الناس اللي زهقت.
خليكم معايا لآخر الفيديو. based on the carbohydrate intake، اللي هي الانتيك اللي هو اللي داخل جسمك من الكربوهيدرات أو ما يتم تناوله من الكربوهيدرات. based on the results from this study، بناء على نتائج هذه التجربة. we hypothesized، يعني افترضنا، جاي من كلمة hypothesis اللي هي افتراض، that a high protein diet عالي البروتين coupled with، يعني يأتي مع أو مع في نفس الوقت low carbohydrate intake، كربوهيدرات قليل، would be beneficial، يعني مفيد for prevention، منع البون لوس، فقدان العظام في الادلتس أو في الكبار أو عند الكبار. دي آخر واحدة. The classic era of Mayan came to an end around 900 after date. يعني بيقول لك إن في حاجة، شعوب كانت عايشة اسمها شعوب المايان، انتهت حياتهم سنة 900 ميلادية. Why this happened is unclear، لماذا حدث ذلك ده غير واضح. The cities were probably over farming the land، كانوا عايشين على زراعة الأراضي. So that a period of drought، اللي هي جفاف، led to famine، اللي هي مجاعة. Recent geological research supports this، البحث العلمي الجيولوجي الحديث بيدعم هذه النظرية. as there appear to have been a 200-year drought، في 200 سنة من الجفاف around this time، حول هذا التوقيت. احنا كده خلصنا يا جماعة محاضرة البي تي اي بتاعت النهاردة. ان شاء الله المرة الجاية هتكون آخر مرة في الريد الاود. المطلوب من حضرتك تسمع المحاضرة وتقول ورايا على قد ما تقدر تسمعها. تسمع مرة اتنين تلاتة، بحيث تثبت في ذهنك كل هذه الكلمات، طريقة نطقها، بالبرونسيشن، بالفلونسي، بحيث ان انت يجيلك في البي تي اي اكاديميك تخش الامتحان تلاقيها تقراها على طول بمنتهى السهولة وببساطة جدا. افكرك ان باكج الهيدرال الشامل هيكون متوفر كاملا ان شاء الله بعد ما اخلص تسجيل هذه السلسلة. وطبعا الكورس كامل مش هنزله على اليوتيوب شانل، هنزل بعض أجزاء كده للناس كنوع من الإفادة العامة لحبايب الصيادلة طبعا. لكن الكورس كامل هيكون موجود مدفوع إن شاء الله وبسعر كويس جدا. وطبعا اللي حابب يشترك فيه يبعت لي على الواتساب على رقمي 010 6 3 7 9 5 0 9 6. ده كانت كل حاجة النهاردة. بس اللي حابب أفكركم بيه يا جماعة، محدش ييأس، محدش يزهق. الهجرة تستاهل، ومشوارها إن شاء الله يكون سهل وبسيط علينا. واللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ركز، هتجيب إن شاء الله السكور اللي أنت عايزه، وهتجيب إن شاء الله امتحان المعادلة من أول مرة. وطبعا أي سؤال حد محتاجه يبعتولي على الواتساب، سواء في ده أو في ده، بدون طبعا اشتراكات أو أي حاجة. الأسئلة الانديفيديوال دي أنا متبرع بمجهودها لإخواني الصيادلة في أي وقت. وإن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي مع محاضرة بقى المرة الجاية إن شاء الله هتكون آه، في الأوبرا إكزام. وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.